واحد السلام عليكم متتبعات ديالي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم ان شاء الله بديت لكم هذا الفيديو هذا بنشارك معكم واحد الحاجه زوينه اللي غتنفعكم في الكوزينه. ماشي غير الجمال وانما اليوم جيت نشارك معكم هاد اوني هاد الزرق راه غنوريكم كي داير، ديال لاينوكس وديال حتى الالومنيوم. كونوا على يقين انكم الا درتوه راه ما كيضبب ما حتى حاجه. وخصوصا هاد الشكل هذا اللي غنوريكم دابا كيخلينا واعرين، ما نكذبش عليكم، كيخليوهم نقيين عرفتي بحال جدادين. كيما شفتوا، ها هو شفتوا لا تيكستور ديالها كيفاش دايره. هذا راه الزرق وراه ما كيضر في اليدين ما حتى حاجه. غير نتوما حاولوا ديروا ليغو حفاظا على يديكم، وحفاظا للبنات اللي عندهم ولا السيدات اللي عندهم الكزيمه ولا عندهم شي حساسيه. من الاحسن انهم يديروا ليغو. كما كتشوفوا الصراحه حكيت به الماعن، حكيت به الكوكوط، حكيت به كاسرونات. صراحه نقي لينوكس والالومنيوم وما كيخليش ديك الضبابه، ما كيخليش شحال من حاجه. والصراحه ما نكذبش عليكم، ها نتوما شوفوا كيفاش خرجوا وكيخرجوا نقيين، وكنخليهم تيتسقطروا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. هذا كما قلت لكم راه سميتو ميو الزرق، راه وريتكم. ومن بعد غادي نشارك معكم هاد الكريسات هادو اللي درت. هادشي كلشي درتو مع الصباح، كندير في الغدا وبقى لي الوقت وانا نديرهم وخليتهم تيخمروا. هادو راه دوك الكريسات البلديين راكم كلشي عارفينهم. صافي ودرتهم على حساب الكوتي. والوليدات الصغار اللي كيكونوا غاديين للمدرسه راه بطبيعه الحال كنخلي ليهم شويه على ودي تمشيو للمدرسه يديروهم في هذا في الكوتي ديالهم. صافي شفتوهم كيجيو بلديين، وكندي منهم حتى انايا الخدمه ديالي. وصراحه ما كنتش عليكم، كنت جالسه وتفكرتهم بالليل وانا نقول غادي نديرهم. هنايا البنات كما كتشوفوا، من بعد ما ساليت كلشي لبس حويجاتي وخرجت باش ناخذ شي حاجه. وكنت عواله باش ناخذ شي حاجه ساعه ما لقيتهاش، ولكن ماشي مشكل. هنايا غنشارك معكم البيسات ديالي، لان واحد السيده صيفطت لي في الانستغرام وقالت لي عجبوني هاد البيسات، كنلبس شي حاجه تاع المحجبات وعجباتني وبغيت ناخذ بحالها. عافاك صوري عليا. ها انت اختي صورتها لك، شتيها كي كتجي، راه كتجي طويله وكتجي ولبسي معها. كاين اللي كيبغي التيشيرت قصير، كاين اللي كيبغي طويل. انا عجبتني بالتيشيرت ديالها قصير. صافي اليوم غنهز معايا غير بزيطين صافي، وغادي نمشي نقاد شي حاجه في السوق صافي. وهنايا الطريق يا البنات، كما كتعرفوا انني شاركت معكم اي حاجه كنبغي نشاركها معكم، واي حاجه كنبغي نديرها معكم باش ما صورتش لكم السوق. راني رجعت ودابا غنشارك معكم مشتريات ديالي اللي خديت. وصراحه اول حاجه غادي نشاركها معكم يا البنات هي هاد الكسيوه هذه اللي خديت. وما نكذبش عليكم، اول مره انني ناخذ كسيوات طوالين. ها نتوما غنشاركها معكم تشوفوها كيفاش كتجي. صراحه باش عجباتني فيها هاد الدونطيل هذا، وراها بارده يا البنات. ما نكذبش عليكم، لبستها اكسبري باش نوريها لكم وتشوفوها بطبيعه الحال. وصراحه كتجي زوينه وكتجي في النوم بارده، وفيها الدونطيل. ها نتوما الدونطيل ديالها هنايا كما كتشوفوا. صافي وليدات راه عرفتوني ما كنحملش شي حاجه فيها اللي الكمام تاع ما عاده في البرد كنلبس بينوارات ديال هنايا. صافي هذا ما كان. وغادي نشارك معكم راه كما كتشوفوا راه ما ديماكييت وجهي ما حتى حاجه، لانني غادي ندخل مازال الدوش ان شاء الله. غادي ندوش بنتي، راكم كتعرفوا المدرسه. غنشارك معكم مهم المشتريات اللي خديت. خديت هذا السروال تاع الجين كما كتشوفوا، عريض من التحت. هذا الموديل هذا دي لافي، وكنت كنقلب على هذا لاكولور هذا اللوين هذا خديت فيه طاي كبيره كما كتشوفوا البنات. المهم هو خديته وعجبني، لانني شحال هادي كنقلب عليه ملي مشيت ولقيته. المهم خديت هذا السريويل هذا، وهاد لا شوميز هادي بطبيعه الحال اللي شفتو عندي شحال هادي هي اللي غادي نلبس معاه كما كتشوفوا. ودرتها قصيره، هي اللي درتها قصيره وكما كتشوفوا. المهم هي اللي غادي نلبس معاه. وكنت باغا ناخذ واحد الشوميز وما خديتهاش. صافي المهم هادشي اللي خديت. وخديت شي تخربيق صافي هذا الخاص لبنتي. وخديت ليها هاد لاستيكات كما كتعرفوا كنحتاجهم، واخا كناخذ الا قلت لكم كل سيمانه كناخذهم كل هذا. الا قلت لكم اللي عندهم البنيات صغار راه غادي يعرفونا من اللي عندهم الوليدات مهنيين
والله يخلي لكل وحده، خلي ليها وليداتها. ودابا شنو غادي ندير البنات؟ غادي نوجد واحد الماسك هو اللي غادي ندير لوجهي، وغادي ندير ماكي وجهي. هنايا بزاف سولتني واحد السيده قالت لي عافاك كلين كلير. ها انت اختي، ها هو كلين كلير، راه شحال من مره جربته، مع شحال من مره صورت لكم، هو اللي غادي ندير ماكي بيه وجهي. راه عملي والصراحه واعر. راه ها نتوما شوفوا وجهي، كان ديك الساعات كتبان فيه دوك الدهون، فين ما درت شي اكخو ولا درت غير اكخو ديالي كنلقى الدهون في البشره ديالي. وراني عارفه واش عوامل كثيره، ولكن الحمد لله ملي درت هذا كما كتشوفوا ديال كلين كلير راه زوين يا البنات، خذوه ما غاديش ندموا عليه، الثمن 40 درهم. صافي هذا ما كان كما كتشوفوا. غادي نغسل وجهي وغادي نرجع معكم، لانني غادي نشارك معكم واحد الماسك ساهل مهل، هو اللي كندير على وديت انني الا كنت خارجه مثلا السوق ولا خارجه مثلا تعرضت للشمس كنديرو كيمتص لينا ديك الشمس اللي كتعرضوا ليها وديك التسبغات وديك هذيك لابو اللي كتكون لينا مثلا زرقاء، كتزرق لينا. علاش؟ كتاكسد لينا ليكخو ديالنا مع العوامل الخارجيه بحال الغبره، الطريق، شحال من حاجه. لذلك هو اللي غادي ندير دابا، ولكن تنجي من الدوش تنغسل بنتي وندوش ونسالي وعاد باش ديك الساعه غنطبق معكم هذاك الماسك. وهنايا البنات كما كتشوفوا غادي ندوز، غادي نشارك معكم واحد الماسك اللي خفيف ظريف. وهذا الماسك كيحيد ديك السموريه وتاع الشمس اللي كتخرجي فيها، كيحيد لك هذا التصبغات السموريه اللي كان ديك الزروقيه اللي كتكون فيك. اي حاجه كتحيد لك، وكيحيد حتى كينشف حتى الحبوب يا البنات، حتى اللي فيهم سيكاتريس ديال الحبوب ولا الحبوب مقيحين راهو كينشف. راه زوين 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 بزاف. صافي هنايا عندي معلقه ديال المايزينا ومعلقه ديال الطين الابيض الاخضر، وعندي لا فيتامين او. بزاف البنات سولوني على لا فيتامين او، ها هو صورته لكم وراه مصوره في الفيديوهات اللي قبل. غادي ندير منه نقيطات، يعني نقيطه جوج ماشي مشكل، راه هو مركز وهو اللي كيعطينا ديك ليكلا ديال البيوضه وديال التسريع، انه كديري الوصفه وكتسرع ليك التبييض، يعني كتمتص لك دوك الدهون وكتمتص لك دوك التسبغات وديك الشمس اللي كتكون فيك والتركلف الا كان فيكم النقاط السوداء راه كيتحيدوا. صافي هنايا درت ماء الورد كما كتشوفوا، خلطت ماء الورد. وهنايا غادي ندير داك الزيت اللي صيبت كما كتشوفوا ديال الزنجلان، والصراحه راه كيخلي الشعر رطب وكيخلي واحد الكثافه فيه، ما نكذبش عليكم كيخلي واحد الكثافه. كتنوض الخلفه، كيرطب لك شعرك. المهم كتلاحظي ان التساقط تحبس كما كتشوفوا هنايا. غادي نديروا البنتي هنايا لشعرها، لان غادي ندخل للدوش وغادي نديروا ليهم بجوج، وغادي نخليه ليهم كما قلت لكم راه ما كتطوليش في الزيوت. في هذا ما كتطوليش وكتخليهم تباتي فيهم، لا، لان هاد الزيت الزنجلان فيه اصلا زيوت اخرى، يعني بلا ما تخلوا شعركم لانه يسبب لكم شي مشكل ولا تساقط، لان هذه هي الحمام اللي خصكم تستعملوا الطريقه ديال الزيت. هاد زيت الجنجلان راه الصراحه واعر وزوين زوين 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 زوين، ما كذبش عليكم، لانه فيه منافع كبيره كبيره على البشره وعلى الشعر وعلى كل شيء. وهنايا البنات كما كتشوفوا، المهم هنايا كملت الهبه حتى هي كملت ليها شعرها ودهنت ليهم شعرهم كامل كما كتشوفوا، وخليته ودخلتهم للدوش. صافي بما انا كنحك ليهم، بما ان داك الزيت كيتفاعل مع الزغبه ومع حتى هذا هذا الجلده تاع الشعر. صافي هنايا غادي ندخلهم يغسلوا، وغادي نقول لكم سلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. وكما كنقول لكم دائما ما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينه، كنتمنى انكم ديروا لي تعليقات بزاف بزاف وتدخلوا عندي. وانتي اختي لاول مره كتشوفي قناتي، مرحبا بك والف مرحبا، دخلي عندي وضغطي على زر الاشتراك.